لأنه عكس القرآن. على ذكر القرآن والسنة من القسوة على الأمة، كم أعجبني تعليق شيخنا العلامة شيخ الدعاء محمد الغزالي رحمة الله عليه، حين علق على من؟ على كلمة الإمام المازري، الإمام المالكي العظيم شارح مسلم والأصول الكبير شارح البرهان للجويني، ولا يشرحه إلا فحل الفحول. المازري معروف رحمة الله عليه. المازري يقول إيش؟ وقد أنكر بعض الملاحدة هذا الحديث الصحيح. أي حديث؟ حديث أنه لما جاء في البخاري طبعا، لما جاء ملك الموت إلى موسى ليقبض روحه رده وضربه لطمه على عينه ففقأ عينه. قال في ناس شككوا فيه وقالوا كيف يعني، لأنه في موضعان للطعن هذا الحديث. أول شيء أنه ما من مؤمن صادق الإيمان إلا يحب إيه؟ لقاء الله، صح؟ ومن أحب إيه لقاء الله، طبعا النبي فسرها. فكيف موسى ما يحبش لقاء الله؟ هذه أجمل لحظة في حياته، وصح بيني وبينك هذا مطعن قوي جدا جدا. وبعدين قالوا المطعن الثاني، هذا لا مطعن سخيف في نظري، انه كيف ضربه على عينه. السخف فيه انه ايش؟ تقول لي كيف تنفقع عين الملك، هنا السخف، وهي المطعن اصلا ليس سخيفا. السخف تقول لي كيف تنفقع عين الملك، وهل تنفقع؟ نعم تنفقع. تعرف ليه؟ لانه جاء متمثلا في ايش؟ شاكله بشريه، عادي ممكن كل شيء يحدث له ويقع وكذا. لكن ايش اللي مش معقول؟ ان موسى يتجرأ على ملك كريم مرسل من رب العالمين في مهمه مش من عنده، ويضربه على عينه. هذا المطعن، مش هذاك، انتبهوا. فمطاعن ثلاثة يعني، واحد سخيف واثنان ايه صارمان جديان. فقال ملاحدة المازري رحمة الله عليه، مش هو لحاله كثير قالوا هيك ملاحدة. يا أخي أنكرنا حديث واحد في كلام صرنا ملاحدة. قال ملاحدة. عرج الغزالي بعد أن أتى المازري بوجوه الجوابات، يعني الأجوبة بوجوه جوابات عن مطاعنهم، قال 1 2 3. قال الشيخ الغزالي وهذا الرد كله من أوله إلى آخره رد خفيف تافه لا أحفل به، ملوش معنى، ما اقتنعت فيه. قال كله كلام فارغ، هذا رد خفيف الوزن تافه، واتهام من ينكر حديثا صحيحا بالإلحاد استطالة في أعراض المسلمين. بقول المازري أنت تستطيل في أعراض الأمة. تعرفوا ليش يا إخواني؟ تعرفوا ليه؟ لأنه أنا أشهد الله تبارك وتعالى كمسلم عادي، أشهد الله أنني لا أعتقد أن مسلما صادق الإسلام، مسلم صادق الإسلام، مش زنديق كافر. والزنديق عارف حاله زنديق، والمنافق عارف حاله منافق، إنه هو في الداخل يعني لا يؤمن كافر، هذا الزنديق وبظهر الإيمان والحب للإسلام والرسول. وأنا أشهد الله أنه ما من مسلم، وأنا أقول لك ومعظم مسلمي الأمة على الإطلاق هم مسلمون، ثبت له إيه؟ ثبت إسلامهم، ليسوا منافقين، ليسوا زنادقة يا إخواني. واليوم في حرية، احنا في عهد الحريات. في معظم البلاد يستطيع الإنسان أن يستعلم بعقيدته، يقول لك، وهناك من يفعل من أبنائنا ويقولون نحن ملاحدة، نحن عقلين ضد الدين، ويسخرون. هم أحرار، مسألة ثانية، ندعو الله لهم بالهداية. لكن نشهد الله أنه ما من مسلم صادق الإسلام ثبت إسلامه وقر إيمانه يمكن أن يرد على رسول الله شطر حديث، شطير حديث واحد ثبت عنده بيقين أن النبي قاله، ما يعملهاش. بمعنى إيه؟ أنه لو سمع هذا الحديث من رسول الله وجاهيا هل يرده؟ والله العظيم ما هو مسلم، لا معتزل لا زيد لا إباضي لا أبدا، ولا واحد يعملها. لكن لماذا يرد بعض العلماء الكبار بعض الأحاديث؟ لأنه هذه مش متواترة، أحاديث أحاد، ولما في البخاري ومسلم أحاد وفيها مطاعن بعضها، وقد يخطئ في الطعن على الأحاديث، لكن هذا ظنه أنه فيها مطعن، فإن ردها لأن فيها مطعنا يجعلها قبال القرآن الكريم تشاكسه، أنا أقول لك وكان من أهل النظر والاجتهاد مأجور. قال عدنان المجنون هيك، مأجور. العالم إن فعل هذا فهو مأجور، لأنه يفعل هذا ذبا عن دين الله، ذبا عن رسول الله، وذبا عن ماذا؟ عن كتاب الله. يقول لك يا زنديق ملحد يرد أحاديث في البخاري ومسلم. يا أخي اتقوا الله في الأمة، اتقوا الله في الأمة، مش هيك الفقه، مش هيك العلم. نعود إلى موضوعنا. إذن هذا موقف رسول الله، هذا نمط وهذا نمط. نأتي الآن إلى تبرير القتل، التبرير السريع الذي وعدتكم به في صدر الخطبة. كيف التبرير السريع؟ في ذاك الموفي